نروح العالي ده في لا طبعا يعني الالعاب الناريه دي خطره جدا ودايما بنقلق منها الحقيقه. جمهور الزمالك صحيح ما فرحش من زمان انما بيعبر عن فرحته بهذا الشكل. وادي عبد الواحد يمسك على طول تتلعب طويله اماميه. حاول ماسينجا يرجع على طول لجونه. ناصر فاروق بيهاجمه جعفر. ناصر اضطر يلعبها طويله تاني. حازم امام. حازم على طول اماميه. حازم مكمل يلعبها على الارض حلوه لجعفر. لحازم تاني بيحاول لكن برافو. يضغط المره دي مشهور احمد ويخلص. واقع لعيب. ادي طبعا جماهير الزمالك يعني الالعاب الناريه دي بنحذر منها دايما. خطره والله، خطره على الجمهور نفسه، خطره تترمي حاجه في الملعب، خطر على المنشآت لانه دي منشأة المفروض. فشوفوا حضراتكم اهو الصوره يعني طبعا لا حاجات طبعا مبالغ فيها. وادي هتبص تلاقي بقى رجال الاطفاء في الملعب. الكلام ده كله مش حلو. زي ما بنقول دايما شجع فرقتك كويس قوي وشجع زي ما انت عايز دون الخروج عن النص. ادي طبعا الصواريخ في ارض الملعب عملت غابه من الضباب الكثيف. والدنيا اصلا النهارده في يعني عاصفه زي ما قلت، فالامور مش ناقصه مش محتاجه الصواريخ والمقذوفات الناريه دي. صحيح جمهور الزمالك سعيد بفرقته وبلاعيبته لكن